دوك عايشين نعاودوا الكذبه، وانتوما اللي سبب هاد الموتيبي والكاف، انتوما اللي خرجتوا عليه، والله الا انتوما اللي خرجتوا عليه، لانه هاد الكذب ديالكم حتى هما مشاو تبعوكم في ليستوار. ها هما ما صابوش حتى كاس افريقيا 2028 فين يديروها؟ يلا كاس افريقيا في 28 عطيونا فين نديروها؟ والو، ولا دوله. ها عطيونا الجديد ديالكم، والو ما كانش. راه ما يمكنش تعيشوا هكذا شعب بالكذب. ونهار يفيق المجتمع ولا غدوه ان شاء الله كاس العالم للانديه في المغرب وكاس العالم 2030، وشوفوا البنيه التحتيه والناس تهضر عليهم والعالم يهضر عليهم، وانت تصبروا هكا مكانوا معيشينك على كذبه. كيفاش غتقول تما المجتمع؟ واش كاس العالم للانديه غتجي تقول معاود التحكيم والقشاشري التحكيم باش تديها بركان ولا الوداد ولا الرجاء ولا الجيش؟ كيش غادي عاود ديروا لها؟ يفهمون. انت ما عندكش، ما تقدرش تشارك في كاس العالم للانديه، ما غاديش تقدر تشارك، ما عندناش فرق. عندنا شي فرق في الجزائر اللي يشاركوا ولا ما عندناش؟ يعني انت راسك تبقى تفرج لي ماتش ريال مدريد برشلونه فين راهم لاعبين في ملعب الحسن الثاني ولا ملعب مولاي عبد الله ولا ملعب طنجه، تحتم عليك باش تفرج وتجبر روحك تفرج، وهذاك الشعبي غادي يتفرج يقول لك هذه فين، يقولوا له في المغرب، يقول لك هنا هذيك المغرب اللي كانوا يكذبوا عليا في السوشيال ميديا وصحافات الزيكو اللي نهار كامل هما يكذبوا علي. هذا راه واقع اللي طايحين فيه حنا، راه واقع. يجي النهار فين يولي الشعب ما يامنكش، لانه تكذب غادي ما يبقاش يامنك الشعب. تجي تبغي تقول الصح وما يامنكش، هذه هي اللي رانا جايين لها. تقولوا الصح ما يامنكم حتى واحد. راه ما يمكنش نعيشوا على هاد الكذبات. حنا فضحناكم. ملعب بشار مناظر ما يستمر، ملعب الحسن الثاني انطلاق ما شاء الله عليه، وانت عايش في الكذبه ومعيش صحفيين في الكذبه. ماشي حشومه وشي عيب. قنوات قداش تمشي تعدى درب تصور من المغرب وتتحطها برك يا ويلي. لا مره مع مره رانا عايشين يا ويلي. اللي قال لك بغينا نبنيو والله القسم، والله لا ما نكذبش عليكم، والله لا راكو غاديين في الخسران كما قالوا لها صافي. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الا في ديركم. خرجت تقارير الان تكشف ان المغرب انسحب من تنظيم كاس افريقيا 2028. رفض المغرب، قال لا ما غننظمهاش، ويركز على تنظيم كاس العالم للانديه 2029 والمونديال ديال 2030. ها الصحيح، هادو غيجيو عندك ناس راقيين واعرين وكبار ولا تيكي غاليين وكذا وتربحوا عائدات كبار، ويجيو عندك ناس اللي في المستوى. ناس ديك المره ملي جا انشيلوتي تسطى السيد قال لهم هاد الملاعب انا الماتش كنتصور كاين في المغرب. هذا انشيلوتي وما ادراك ما انشيلوتي، عراب كره قدم. اكاديميه محمد سيد قال لك جوهره بكل ما تحمل الكلام بمعنى. هذا ماشي شي واحد ما شافش الخير في الكره ولا سيدي يلا بدا في المجال، باقي هادشي كيبان لي جديد، باقي صاد مبارو. السيد نيابو طاحوا في الكره، يعني في البدخ وفي الترف ديال الكره وتصدم. لاعبين ديال ريال مدريد بغاو تسطاو على راسهم بالبيردي. خرج قال لك ودي هادشي راه ما عمري ما شفتو، حنا شي في الأوروغواي باقي ما وصلش بعيد علينا. دابا بالبيردي التصريح ديالو راه مازال كاين. المغرب دابا قال لهم ودي ما غاديش ننظم. فين هي دابا واحلين ما لاقينش شكون، واحلين خلقوا ازمه بالفعل. راه اش قال موتسيبي في الخطاب ديالو؟ قال لك ودي راه حنا المغرب، قال لك راه 6 شهور، قال لك مثلا لابيل دوفر اللي درنا على الكان ديال الفوتسال ديال السيدات 6 شهور، قال لك وانا عاطي فاتح لابيل دوفر. كانت 6 شهور ما عيط ليه حتى واحد، ما جا حتى واحد، ما تقدم حتى واحد. قال لي ما عنديش فلوس، ما عنديش البنيه التحتيه، ما قادرينش. قال لكم في الاخر جا المغرب، عتقنا المغرب، عاوننا المغرب، وملي عاوننا المغرب لا الهيمنه والاحتكار. اذا واش بغاو روح ارجع تاني يا ضفدع للمستنقع اللي انت عايش فيه ومستمتع بيه. اول رد فعل وانا اعتبرته صفعة جريئة جدا من فوز الاقجع الى الاتحاد الافريقي، وزي ما بيقول لهم كده اعلى مفخلكم اركبوه، شوفوا اضخم حيطة موجودة في المقر الخاص بيكم واخبطوا دماغكم فيها. فوز الاقجع متسبب بيتحايل عليه على التليفون عشان البطولة تقام في المغرب، ولكن فوز الاقجع رافض رفضا تاما ان البطولة تقام في المغرب. احنا ما عندناش لا ملاعب ولا عندنا استعداد نستضيف بطولة كأس افريقيا للسيدات. روح ارجع تاني يا ضفدع للمستنقع اللي انت عايش فيه ومستمتع بيه. ولكن الحاج فوز الاقجع بيقول للمتسبي معلش يا حاج متسبي انا وقفت جنبك كتير، ولكن يوم ما احتجتك انت غدرت بيا يا صاحبي.
القارة كلها بتقول عليا ان الاتحاد الافريقي بيكلوس عشان المغرب وعشان فوزي لقجع، وان فوزي لقجع متحكم في الكاف، ويوم ما تصدر عقوبات تصدرها على بلدي وتاخد البطولة من عندي، مش تاخدها بالكورة، اصل الكورة فيها مكسب وخسارة، ولكن انت خدتها بالايه، بالكلوسة بقى. المفروض الكلوسة السنغالية، المفروض ان الكاس سرق من الاراضي المغربيه. المغرب يستحق حاجه كبيره. سيبكم من الضفدع وسيبكم من ال اقول لكم ايه، مش عايز اشتم عشان في ناس افاضل بيتفرجوا علينا والكلمه. الحمد لله، قرار عاجل من عند المغرب يعاقب الكاف على الظلم ويتخلى عن التنظيم الكأس. مسؤول في حكومة جنوب إفريقيا المغرب يتخلى عن تنظيم كأس إفريقيا للسيدات. أصافي، حنا هاد إفريقيا هادي اللي فيها الظلم وفيها المؤامرات ما عندنا ما نديرو بها. حنا هاد إفريقيا هادي، حنا بلادنا ماشي قاعة الأفراح، حنا بلادنا نرحبوا بكم. شو الملاعب اللي موجودين الحمد لله بمعايير عالمية الان صافي. مادام كتحترموا نجي لبلادنا ودرتوا في وسط بلادنا الفوضى والمؤامره وزيدوا تامرتوا علينا داخل الكاف وخرجتوا عقوبات للبلد المستضيف اللي رحب بكم، اللي قدم لكم احسن ملاعب واحسن بنيه تحتيه واحسن اوتيلات بمعايير عالميه. حتى الاوروبيين قالوها، حتى اسبانيا قالت لك بان المغرب ما نظمش كاس افريقيا بل نظم كاس العالم سابق لاوانه. دابا صافي، دابا المغاربه طلع ندم اسيدي حنا ما باغيينش هاد كاس افريقيا ديال السيدات ما نظموش، كان غادي تنظم في الاخر ديال شهر 3، باقي ليه 60 يوم وتنظم. المغرب على حسب الوزيره ديال جنوب افريقيا صافي المغرب راه ما بغاش، هما الان اللي غادي ينظموه. موتسيبي لانهم جنوب افريقيا ملي المغرب اعتذروا وقال لهم صافي انا ما بقيتش باغي هذا الكاس، هو مشى طلب بلادو وقال لها عتقينا راه ما عنديش فين نديرو. ولكن السؤال علاش موتسيبي ملي المغرب رفض علاش ما ديتيش عند الكابرانات، علاش ما مشيتيش عند الجزائر تنظم؟ قوه ضريبه وبنيه تحتيه خفتي من الطوابير ديال الحليب ديال العدس ديال البطاطا، خفتي منهم يبانوا في كاس افريقيا ولا الديم ينظموه تما. حنا صافي، حنا اخويا هاد الشيء، هاد الملاعب هادو مابقيناش شي واحد يجيب يتبول لينا في الملاعب ولا شي حاجه، لا، هاد الملاعب هادو مديورين ان شاء الله للكاس العالم، الكؤوس العالم اللي غادي يتنظموا ان شاء الله في المغرب، المعايير عالميه والناس اللي تحترم وتجي مرحبا بها في هاد البنيه التحتيه الهائله لاوروبا. كتقول لك اش هاد الشيء المغرب فات حتى الدول الاوروبيه. شوف هذا الملعب هذا ديال الدار البيضاء هذا باقي ان شاء الله، هذا يوجد، هذا موجودين لكاس العالم، هذا الناس ديال كاس العالم معايير عالميه واكبر ملعب والهبال هذا. فالان الحمد لله بعد هذا القرار انا واحد الجمره كانت عندي منذ دارت علينا المؤامره في النهائي ديال كاس افريقيا، داك الجمره الان في حاله تطفات. لكن انا كنطالب الجامعه الملكيه والمغرب باش اننا الا بغيتوا تطفيو لنا الجمره ديال بصح هي اننا نراسلوا الاتحاد الاوروبي ونلعبوا مع اوروبا. حنا ما بقيناش باغيين نلعبوا مع افريقيا حقيقه، نلعبوا مع اوروبا بحال مثلا تركيا ماشي دوله اوروبيه وكتلعب، اسرائيل كذلك حتى هي كتلعب، بزاف ديال الدول ما كيلعبوش في القاره ديالهم كيلعبوا في قاره اخرى. فالمغرب نتمنوا انه يلتحق بالدوري الاوروبي، نبداو نلعبوا مع الدول الاوروبيه، لان النيفو ديالنا واللعب ديالنا والنقاء ديال اللعب ديالنا واحترام ديالنا للقوانين والمبادئ وكذا، وحتى البنيه التحتيه اللي موجودين راه حقيقه ماشي ديال افريقيا، راه ديال الدول الاوروبيه، نكونوا واقعيين. فشكرا حقيقه على اننا بردتونا فاش ما نظموش هذا الكاس ديال السيدات، خاصه طايحين مع الجزائر والسنغال. اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده مع المحايد العربي. انسحاب المنتخب المغربي من بطوله افريقيا وردود افعال هستيريه من الشعوب العربيه بعد اعلان المغرب عن انسحابه من بطوله افريقيا. لا، وكمان ردود افعال خياليه من الشعوب الافريقيه على انسحاب المغرب من افريقيا. الحقيقه المغرب وبكل هدوء وبمنتهى الصراحه كشف لعبه الاتحاد الافريقي لكره القدم. الاتحاد الافريقي لكره القدم انا مش هينفع اتهمهم برشاوي، بس اللي اقدر اقوله البطوله دي مش بيكسبها المجتهد. المغاربة عملوا اللي يقدروا عليه وزيادة، مفيش حد يقدر يعمل اللي المغاربة عملوه، محدش يقدر، صعب، مستحيل. المغاربة عملوا كل حاجة ممكن تتعمل. الناس دي بكل صراحة قدمت لنا بطولة احنا ما كناش نستحقها. الراجل اللي ورايا ده واحد من أباطرة كرة القدم، واحد من اللعيبة الخيالية. الراجل ده وانا قاصد احط لك صورته دلوقتي، الراجل ده اكتر واحد شكر المغاربه.
معلش انا اسف في الكلمه، مين اجمد لعيب في العالم؟ اشرف حكيمي. مش هاخد بشهادته ليه؟ لانه لعيب مغربي. طب مين اجمد تاني لعيب في العالم؟ محمد صلاح في افريقيا. لما اخد ان محمد صلاح يجي يقول لي ان مدينه طنجة ومدينه اغادير مدن عالميه واحنا اتشرفنا ان احنا كنا موجودين، وبكل صراحه وبكل امانه احنا تم اكرامنا على اكرم ضيافه، والمغاربه ما قصروش معانا، دول اخدونا بعد تاهلنا من دور المجموعات، قعدونا في مطعم سمك فاخر وعزمونا على حسابهم. لما يطلع اعلامي مصري يقول لك المصريين ما كانوش بيحاسبوا على التكوسه ولا وسائل النقل ولا مواصلات، وفي ناس مغاربه احتضنوا المصريين، انا مش هتكلم على الجزائريين ولا التونسيين، انا ولا جزائري ولا تونسي، انا راجل مصري. فلما اجي اتكلم انا معلش انا اسف هختص بلدي، هتكلم على بلدي بس عشان محدش يزعل مني، بختص ببلدي. فبالتالي يا جماعه الناس لازم تعرف الحقيقه فين. طيب الحقيقه بتقول ايه؟ الحقيقه بتقول ان المغاربه ما قصروش معانا، بالعكس المغاربه وقفوا معانا وقفه كبيره. المغاربه عملوا لنا بطوله عالميه. طب بكل صراحه يا محايد يا عربي، بس ما تكذبش عليا، كان مين يستحق الفوز؟ بكل امانه مين يستحق الفوز؟ المنتخب المغربي ولا المنتخب السنغالي؟ طبعا احنا النهارده انت بتتكلم، انت النهارده كام؟ انت النهارده 7 فبراير، يعني عدى على البطوله ما يقارب من النص شهر، فبالتالي واكتر من نص شهر كمان، قول يا عم شهر الا اسبوع. فبالتالي لما تيجي تكلمني على حاجه من شهر واسبوع، الحماس بتاعها الناس مش هتتفرج عليا، فانا اقعد نص ساعه اقول لك مين كان احق والقصه والحكايه، ولا لا هي كان قصه احق المغرب بدون بس تطويل في الشرح. لكن يا جماعه الناس اللي طالعه بتقول لك اصل بطوله افريقيا هتتلغي 2027، طب انا بقول لك اهو هتتلغي بطوله افريقيا 2027 لو المغرب ما لعبهاش، اقسم بالله ولا ليها اي قيمه. جماعه انتوا تعرفوا المغرب محقق للاتحاد الافريقي لكره القدم السنه دي على جميع مستوى منتخباته كام؟ المغرب محقق ما يقارب من ال 325 مليون دولار، انت سامع؟ 325 مليون دولار. تعرف ما حققه الكاف العام الماضي بالكامل كام؟ 350 دولار، 350 مليون دولار. انت بتتكلم ان المغرب 325 لوحده، 25 على 18 19 20 25 30 40 منتخب تانيين. انت عارف المغرب لما اخد كاس العالم تحت 20 سنه اخد كام؟ تعرف المغرب لما وصل الى ربع نهائي كاس العالم تحت 17 سنه اخد كام؟ تعرف المغرب لما اخد افريقيا، تعرف المغرب لما نصب افريقيا 2026 قدام على مسمع الجميع، كم قناه جت بثت الحصريات؟ كم صحفي جاي غطى المباريات؟ انت بتتكلم لو البطوله دي دخلت مليارات للاتحاد الافريقي، ده بفضل المغرب اللي تعبوا وبنوا ملاعب واستادات وعملوا على اكمل وجه. محدش لفت انتباهه اطلاقا. هو ليه لما لجع كان بيجي يفتتح اي ملعب كان بياخد على طول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو؟ عمرك ما تلاقي لجع قال لموتسيبي تعالى افتتاح ملعب. ليه؟ لان عارف ان موتسيبي مش حقاني. وعلى فكرة موتسيبي بينافسنا على المغرب. على فكره موتسيبي اول ما المغرب قال لك انا مش هنظم كاس العالم للسيدات، طلعت الوزيره قالت لك احنا ما عندناش مانع ننظمها في جنوب افريقيا، اللي هو شغل كده النسا. هو عايز يركب جنوب افريقيا على المغرب، بس ده بعينك، يعني مش هتعرف اللي انت تركب جنوب افريقيا على المغرب. اصل جنوب افريقيا فين والمغرب فين؟ والمشكله بقى ان المغرب عنده كاس عالم 2030، الاعلام الجزائري طلع يقول لك ايه؟ يقول لك اصل المغرب اخذ الكاس، اخذ الملعب، كان شاري الملاعب من اسبانيا مجزأها، اخدها واول ما غطى الغرض خلاص وداها ثاني اسبانيا. كلام سافل. جايبين صور بالذكاء الاصطناعي وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وعايزين المصريين يصدقوا والجزائريين يصدقوا والتونسيين يصدقوا، لكن محدش يعرف اللي احنا فاهمينه وقاطعين على الاتحاد الجزائري وعلى الاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري عمره ما نقل خبر عن المغرب الا لو قعد 30 40 سنه بيتكلم عنها. يعني مثلا فيضانات المغرب دي حاجه الهيه، يعني حاجه محدش ليه ذنب فيها، يعني حاجه ربانيه. لما يطلع الاعلام الجزائري يفرد عضلاته ويقول لك لا والمغرب بيغرق والمغرب بيعمل والمغرب بيسوي، ليه؟
كل ده عشان حقدهم من المغرب، كل ده عشان هم مغلولين من المغرب. اللي هو انا مش هنقل خبر عادي، ده انا هنقل خبر وكمان هنقله بحبشتكناته وحباشه. لو فكرتوا في يوم من الاوقات او في لحظة من اللحظات تبقوا زي المغرب، صعب بأمانة، صعب بأمانة صعب. المغرب يا جماعة بلد عالمية، بلد يا جماعة بقول لك ايه، انا شايف ان المغرب دي في كوكب تاني. اللي عايز يزعل يزعل واللي عايز يتضايق يتضايق. وانا معلش انا اسف، انا راجل صريح، ما بعرفش التهويل، ما بعرفش التهويل. تاني ما بعرفش اهول، ما بعرفش ابضين، ما بعرفش، انا اسف في الكلمة، اعرض. لا انا ما بعرفش اعرض. جيب لي بلد تقدر توصل لمكانة المغرب احنا بنشوفها. معلش انا اسف، من غير ما حد يزعل مني، مش هتلاقي. هتقعد تبص يمينك وشمالك وجنبك ووراك وفي ظهرك وفي ظلك، قول لي بس نص بلد حققت اللي المغرب حققه. انت لما بتتفرج على ردود الافعال دي مش جايه من فراغ يا جماعه. ردود الافعال دي طالعه من ناس بتتكلم كلام واقعي، كلام العالم كله شاهد عليه، كلام معلش انا اسف من اكبر لاصغر عيل كلنا عارفين ومقتنعين ان هو صحيح. بس الناس بتتكسف تقول كلمة الحق. الناس ما بتحبش تقول كلمة الحق، بتحب الباطل، والباطل مش هيفضل موجود. اكيد في وقت من الاوقات الباطل ده هيتشال، الباطل اكيد في وقت من الاوقات هيتشال. اوعى تنسى اللايك، اوعى تنسى السبسكرايب. مع الف سلامة يا احلى جمهور في الوطن العربي.